بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في شرح برنامج انزاين CS6 بشكل مبسط. الشرح يتطلب إن يكون عندك طبعا جهاز، ويكون أنت مسطب البرنامج على الجهاز، لأن عشان تقدر إن أنت تتابع معايا الشرح وتطبق على طول أول بأول. فان شاء الله اول ما بتفتح البرنامج الانزاين من قائمة ستارت، طبعا بتبقى مسطبة عندك، بيبقى موجود هنا الوب انزاين CS6. اول ما بتفتح البرنامج بيظهر لك الواجهة اللي موجودة قدامنا دي. الواجهة اللي موجودة قدامنا هي عبارة عن جزء في الفايلات اللي انت اشتغلت عليها قبل كده، او اللي انت عملتها قبل كده، وده بيبقى حاجه اسمها recent item. وهو هنا بيقول لك ان القائمه دي ان انت تقدر تفتح القوائم، تقدر تفتح الشغل اللي انت كنت عامله مثلا امبارح، النهارده الصبح. تمام. وهي دي القائمه دي مختصه كده ان هي بتفتح الشغل اللي هو اللي كان معمول عشان تقدر ان انت تكمل عليه. في الناحية التانية من القوائم اللي هي الكرييت نيو. طبعا بقى في 3 انواع للكرييت نيو. اللي هو الكرييت نيو ان انت تفتح فايل جديد خالص من اول وجديد خالص ولسه جديد. في 3 انواع. في النوع الاولاني اللي هو الدوكيمنت، وده اللي احنا استخدامنا الاساسي ليه. بندوس عليه دوكيمنت، بيظهر لي قائمة تانية. القائمة التانية دي عبارة عن صفحة فيها زي ابلكيشن كده. انت بتملي الشروط بتاعتك عليه. في طبعا اول حاجة الدوكيمنت بريسيبت، ودي هنرجع لها عشان هي ليها استخدام تاني. تمام. في الانتنت، وده نوع المطبوع او نوع الحاجة اللي انت هتقدمها. يعني انت هتقدم حاجة للطبع، ولا هتقدم حاجة للويب، حاجة خاصة بالمواقع والنشر على الويب والقصة دي. وفي حاجة خاصة بالديجيتال بابليشنج، يعني اللي هو حاجة برضو مختصة بالويب أكتر، اللي هي الناس اللي بتعمل كتب وبتعمل مالتي ميديا على النت، وبتحتاج حاجات PDF وتكون معمولة على الإنديزاين. تمام. في طبعا في عندنا number of pages، ده عدد الصفحات. لو انت بتشتغل مثلا على مجلة وعايز مثلا طلب منك قال لك 10 صفحات، فانت بتديله 10 صفحات مثلا. تمام. وبيقول لك انت عايز تبدأ بصفحة كام. عندنا طبعا المجلة ما بتبدأش بصفحة برقم 1. يعني لو عندنا مجلة طبعا بيبقى فيه الجزء اللي هو الغلاف خارجي، والجزء اللي هو الظهر بتاع الغلاف على طول، لو احنا بنقول عليه في المجال بنقول عليه بطن الغلاف. وبعد كده بتبدأ بقى أول صفحة اللي هي بتبقى رقم 3، فنروح كاتبين 3. بعد كده عندنا هنا في اختيارين. في اختيار اسمه فيسنج بيجز. فيسنج بيجز ده هو مختص أكتر بإن أنت عايز تعمل صفحات متقابلة. وهنا احنا معلمين عليه عشان عايزين صفحات متقابلة، يعني يبقى صفحتين قدام بعض على طول. ولو انا شلت علامة الصح دي، فطبعا بتتغير معايا وتبقى صفحة فردية، يعني كل صفحة لوحديها. ودي برضو هنتطرق ليها اكتر فيما بعد. في عندي البريمري تكست فريم. ده بيتكلم عن الفريم اللي هو الأساسي للشغل. يعني انت عايز تعمل مثلا كتلة تكست وتعمل لها وتخليها أساسية، تحطها في الماستر. ودي برضو موضوع الماستر ده هنشوفه برضو لما نخش أكتر في البرنامج. في عندي هنا البيجز سايز. طبعا أي صفحة أو أي حاجة بتكتبها أو أيا كان يعني بيبقى ليها مقاس. البيج سايز ده عبارة عن مقاس الورق عامة، وده مقاسات معممة حول العالم يعني. فاحنا عندنا هنا في ال A4 A3 A5 وال B5 ومقاسات تانية للليتر والليجل والهاف
والليجر والليتر والكلام ده كله. طبعا كل الحاجات دي ليها استخدام، كل حاجة من دول ليها استخدام مختلف. لكن احنا كمطبوعات جرايد ومجلات وكتب بنستخدم اكتر ال A4 وال A3. في برضو يستخدموا ال A5 وال B5، بس احنا كاستخدام فهنستخدم ال A4 لانها تبقى صغيرة شوية مثلا. اللي عندنا في حاجة تانية، في عندنا طبعا العرض والطول، وده الحاجة الأساسية لأي برنامج. فطبعا انت هو هنا جايب المقاسات الديفولت، طبعا عشان انا عامل هنا القيم بالملي فظاهر 210 ملي و297 ملي. طبعا لو هو بالسنتي هيبقى 21 سنتي و29.7 سنتي. دي المقاسات اللي هو الارتفاعات الديفولت، المقاسات ارتفاع والعرض الديفولت او الاساسية بتاعت المقاس ال A4. ده مقاس ثابت يعني. في طبعا ممكن اغيره، ممكن اتحكم ان انا اغيره، خليه مثلا 22 مثلا. طبعا احط صفر طبعا عشان هو بالملي. هي خليه مثلا بدل 29 خليه 30 او عشان برضه هو بالملي. طبعا هبص بقى الناحية التانية برضه من الجزئية بتاعت البيس سايز. هلاقي في حاجة اسمها الاورينتيشن اللي هي اتجاه العمل. يعني اتجاه العمل ده عايز الصفحات تبقى واقفة ولا نايمة. في طبعا احنا على طول ممكن نشتغل على الصفحات اللي هي الواقفة على طول، ده اساسي. الصفحات النايمة لو احنا عايزين صفحات عرضية بتعرض مثلا حاجة زي بوستر، حاجة زي كليندر، حاجة زي اعلان عرضي كده، دي برضو ليها استخدام مختلف. في حاجة اسمها البيندنج ده اللي هو اتجاه القراية او اتجاه العمل بتاعك. يعني الاتجاه لو انت مثلا بتشتغل على كتاب عربي بتشتغل رايت تو ليفت، طبعا الاختيار بتاعك هيبقى على الرايت تو ليفت. في مثلا لو انت بتشتغل على كتاب انجليش فهتختار مثلا الاختيار التاني اللي هو ليفت تو رايت. فاحنا طبعا بنخليها على طول على الرايت تو ليفت لان احنا بنشتغل على اصدار مثلا باللغة العربية. في حاجة ثالثة اللي هي الكولومز او الاعمدة. الكولومز دي الاعمدة دي عبارة عن اعمدة وهمية بتحط الشغل بتاعك عليها، ودي برضه هنشوفها اما نيجي نخش على الصفحة. فاحنا مثلا عندنا صفحة زي دي مثلا A4 مقاسها A4 كده. طبعا اتحولت هنا كاستمايز لان انا غيرت المقاس بتاعها، غيرت المقاسات بتاعت العرض والطول بتاع الديفولت بتاع ال A4 فاتغير على طول بقى كاستمايز. فانا عايز مثلا اعمل كام عمود، هعمل 3 اعمدة مثلا يعني كده مثلا، تخيلوا كده. وفي الجتر ده اللي هو عبارة عن مسافة ما بين الأعمدة الوهمية، ودي بتبقى ممكن نخليها 4/10. طبعا عشان انا بالملي نخليه 4 بس، فنخليها 4. الجزء الرابع اللي هو المارجن ده اللي هو عبارة عن أي حاجة بتطبع لازم يكون في مسافة فاضية ما بين الحاجة، يعني ما بين المادة والصور اللي جوه الصفحة وما بين القص، لأن طبعا الصفحات دي كلها بتتقص بمكنة الطبع. فالمارجن ده وظيفته ان هو بيدي مسافة ما بين مساحة العمل بتاعتك وما بين مساحة القص او المساحة اللي هي هتروح في القص. فطبعا احنا هنا ممكن نخليها، طبعا الاساسي ان احنا نخلي المسافات اللي هو الشمال واليمين نخليها اكبر. يعني مثلا نخليها مثلا، لا هي طبعا هنا 12 ملي، يعني مثلا يعني 1.2. ممكن نخليها مثلا 13. طول ما السلسلة دي مربوطة هيعمم المسافة اللي انا كتبتها على الكل. بص حضرتك، بص ازاي تحول بقى 13، فاصبح ان كل الاتجاهات الاربعة الفاضية اللي حوالين مساحة الشغل بتاعتك بقت 13 او 1.3. اخر حاجة
في حاجة اسمها السيف بريسيت. السيف بريسيت ده لو انت مثلا عملت نظام مقاس معين واتجاه كتابة معين وعدد أعمدة معين، عايز تحفظ النظام دوت وتخليه باسمك مثلا، فتروح تعمل سيف بريسيت، يظهر لك قائمة، يظهر لك مكان كده واسمه سيف بريسيت. عايز تكتب مثلا اسمك على أو اسم حاجة معينة، تكتب مثلا مجلة، وتروح دايس اوكي، اصبح ان هي اتحفظت هنا. والقائمة اللي احنا قلنا هنرجع لها تاني اللي هي الدوكيمنت بيرسيت دي، وظيفتها ان هي بتخزن عليها المقاس او الحاجة، انت حاجة مثلا مقاس كاستمايز انت عملته وعايز تحفظه على المجلة دي من غير ما ان انت تكتب المقاسات من اول وجديد. وده طبعا بيسهل عليك كتير في شغلك وبيوصلك الدنيا اكتر. في حاجة اسمها المور اوبشنز، والمور اوبشنز ظاهر فيها حاجة اسمها الجريد اند سلايد، ودي برضو حاجة هنشرحها اكتر وهنبينها اكتر اما نخش وايه على الصفحة دي. ده كان شرح بسيط لل للنيو دوكيمنت او صفحة المعلومات عن مقاس الصفحة وعن المجلة وعن كل حاجة في المجلة او الجورنال اللي انت بتعمله بتنفذه على الانزاين. ويا رب يكون شرح بسيط ووصل ان شاء الله، واشكركم.